هلو هلو، وحشتوني. عاملين ايه؟ جمعة مباركة علينا وعليكم. وتعالوا نرسم لوحة فنية. لوحة فنية لابسالكوا بقى مستردة في اسود، وحاسة ان انا اتحط انا واللي انا هعمله سلطات. مش حاجة يعني، مش حوار، بس هي جامدة. هي السهل الممتنع، حاجة تبان ان هي تافهة بس هي اجمد حاجة في الحياة. هي اللي خسستني ووصلتني للي انا فيه دلوقتي. يعني انا طول عمري شغالة، او من ساعة ما اشتغلت، يعني من وقت ما اشتغلت من كذا سنة عمري ما عملت الحاجات دي. فبهبط دايما في الشغل، فبضطر اشتري فاست فود. فزي ما انتم شايفين زدت بال 12 وال 15 كيلو. دلوقتي انا خسيت الحمد لله. تعالوا بقى نطلع كل الخضار اللي عندنا في التلاجة. هنا بقول لكم تعالوا نعمل سلطه. لازم اقول تعالوا نعمل سلطه، مع اني عارفه ان انا هكتم صوتي وانا بقولها، بس انا ببقى مفرحانه. انتوا شايفين يعني احساسي واصل لكم صح؟ شايفين انا حاسه بايه؟ لوحه فنيه. لوحه. انت بتعرفي ترسمي او بتحبي الرسم هتحبي الفيديو ده، ما بتحبيهوش برضه هتحبيه، ما عشان صحتك ركزي معايا. والله الجاكيت او الكوت المستردة ده هياكل مني حته، مع انه عندي من زمان بس جامد ما بستغناش عنه كل شتاء. زي ما قلنا نلم كل الخضار اللي عندنا في التلاجة، الاخضر والاحمر والاصفر والاورنج والكرومبا البنفسج دي، بس انا للاسف يعني مش بحب طعمها في السلطه، مش عارفه ليه، فما قطعتهاش سبتها. كتاكيته بني لازم طبعا ايه، يمسوا عليكم، بيمسوا عليكم حبايب قلبي. وانا جبت بقى كل حاجه، عندي عودين كزبره، وعندي ربطه جرجير، وعندي قوطه وفلفل وخيار، وفلفل احمر واخضر واصفر وخيار، وايه تاني، وجزر وكابوتشا. طبعا الكابوتشا عامل اساسي. الكابوتشا يا جماعه 0% سعرات. فانا من ساعه ما سمعت الكلمه دي من الدكتور وانا منبهره على فكره. هاكد عليكم اخر حته بس عشان كذا حد سالني برايفت. يا جماعة الدكتور بتعلمكوا الطب، انتوا فاهمين قصدي؟ بتفهمكوا، بتشربكوا اللي هي شربته في الطب، اللي هي درسته، بتفهمكوا حياتكوا او الاكل بيعمل فيكوا ايه، وبتستفيدي ايه من ايه وما بتستفيديش ايه من ايه. فانتوا بعد كده بتبقوا ماشيين على، انتوا فاهمين انتوا بتاكلوا ايه وبتاكلوه ليه. فده اصلا يعني ده مش دايت، ده نظام حياة. فهو ده اللي عجبني فيهم، انتوا فاهمين قصدي صح؟ المهم نغسل بقى السلطات. انا اي خضار اي فاكهة لازم انقعه بخل. طبعا الخل مش بيغير بقى شكل الخضار والفاكهة التانية على الفراخ. انا بصوا، انا طول الحاجة لو ما اتحطتش عليها خل ما باكلش بنفس بصراحة، يعني بالامانة. فانا زي ما انتوا شايفين كده نقعت وشطفت ورسمت الرسمة الحلوة دي. ايه رأيكم يا وليد؟ عجبتكم؟ اكيد اكيد شكلها تفتح النفس، الوانها تفتح النفس. سبحان الخالق بجد، سبحان الخالق والله، اشكال والوان وفوايد وغذاء وكل حاجة. هنقطع قطع 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 سلايس بقى وطرنشات. فكروني اشتري بلانشة غير دي عشان الازاز بحس ان هي مش مساعداني. انا عايزة حاجة السكينة تدخل فيها كده، لكن دي بتصد السكينة، فاهمين؟ يعني بتبردها، وفي نفس الوقت بحس ان هي بتخبط. ما علينا نخرج من الموضوع ده. هنقطع الخيار، وهنقطع كله 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 كله، وهنحط كل حاجة في علبة لوحدها عشان نعمل كذا طبق سلطة. ولو ملحقتش اعمل، على فكرة انتوا عارفين ده يوم ايه؟ ده تقريبا يوم الحد او الاثنين، لان انا يوم السبت خلصت حاجتي كلها وما عملتش سلطات، فكنت لايصة وحايسة ومحتاسة في الشغل، انا مش عارفة اكل ايه. فاضطريت انا اشتري فاست فود. ترى طبعا الفاست فود ما بيحلاش من غير دنيا. فاكلنا حواوشي رفاعي. الصراحه بقى سكه في دغري كده يا دكتوره، انا واكله حواوشي رفاعي وطبق ممبار بس صغنطت يعني. فخلاص اتعلمت الادب ورجعت اعمل سلطه من بره بلبسي زي ما انا يا ولاد. ودخلت على المطبخ بالكوت وبلبس الشغل، بس لفيت الطرحه لورا عشان ما تلخمنيش، ودخلت قطع 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 وايه ويلا. ضميري بيأنبني عشان حاسه ان انا عكيت، بس بلحق نفسي كمان. الحمد لله الحمد لله مبسوطه بالنتيجه. دهون البطن او الكرش العنيده دي نازله معايا بسهوله، من غير ما اجوع من غير ما اهبط. اهم حاجه بسمع الكلام، بس اكل وجبات صحيه. وكل الاكل على فكره اللي بيتي، تخيلوا ان انا باكل كل الاكل اللي في البيت عادي. بقول لها طب النهارده تقول لي كلي كميه كذا. السلطه دي للشغل بس، انا حياتي كلها مش سلطه، ما تزهقوش، ما تفتكروش غلط، ما تفهموش غلط. السلطه دي للشغل عشان تديني تشبعني وتديني كل الفوائد وتسندني وما بقاش مهبطه. وطبعا في سناك مكسرات بطاطا او فاكهه، وليكي 3 حبايات فاكهه في اليوم عشان اكتر من كده بيتخن. ابديكم معلومات ليه؟ ما تسالوا الدكتوره وانا مالي. المهم
فانا بقى ايه، كنت زي ما قلت لكم احتست، فرجعت عملت كل الحاجات دي. انا بسجل الفيديو النهارده الجمعه، وحرفيا حرفيا 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 عندي حاجات قد كده محتاجه اعملها، بس انا قلت لا، لازم اخلص فيديوهات الاسبوع اللي فات عشان نعمل فيديوهات جديده ان شاء الله. اقوم بالسلامه، ها، والضغط يتظبط بالسلامه. هقوم دلوقتي اخد نقطه ضغط. انا حاسه ان انا بنبل رغايه زياده ومدخلاكم في كل التفاصيل، بس اوكي، احنا مش غراب عن بعض دلوقتي يا وليد. بس يا ستي انشويه، خلصت تقطيع وقطع قطع قطع، وهحط، عماله افكر احط معاهم ايه. طبعا ما فيش بانيه. البانيه عملته واتغدينا بيه، يعني فاهمين اللي انا كنت ناويه اعمله. كنت حاطه كل 3 وحدات بانيه في كيس عشان خاطر اقطعه عليهم. بس بقى ايه، كان في حته فرخه بايته من امبارح، فهقطعها وهقطعها عليها، مش هاكلها النهارده يعني، وهقطعهم على طبق السلطه بتاع بكره. وان شاء الله مش هتبان ان هي بايته في وسط السلطه. وبعصر عليها ليمون بقى. والدريسنج يا جماعه، بفكر اعمل دريسنج غير الليمون وزيت الزيتون، لان هما بالنسبه لي تحفه، بس عشان اغير يعني ممكن مثلا احط زبادي وليمون وعسل، سوري، وزيت زيتون وكده، ويبقى برضو اختلاف. ممكن تاني مرة اجيب مايونيز لايت. انا كل دي افكار بفكر بصوت عالي معاكوا على فكرة، الافكار دي لسه جايه دلوقتي حالا. بس هو الليمون وزيت الزيتون مكفين ووافين، والكزبره الخضراء والكزبره الناشفه يا جماعه عاملين شغل ابن لذين. انا بعشق الكزبره، كابوتشا لا غنى عنها طبعا 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 يا جماعه. المهم انا كنت عايزه اقول لكم على حاجه مهمه. اتكلمنا عن البطن يعني، دي اكتر حاجه مفرحاني ان هي نزلت. انا كنت مقلله اكل كتير وقليل، قللت اكلي لوحدي وخسيت، بس هي دي ما بتخسش كده، ما بتخسش بالطريقه دي، فده مفرحني. فالحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. يعني بجد باينه قوي في الهدوم، باينه قوي 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 قوي. فالحمد لله. انا هكمل مخصوص عشانها اصلا، يعني انا اصلا هو ده الهدف بتاعي، ان انا انزلها. هتنزلي يعني هتنزلي، لان هي دهون عنيده الصراحه عند الناس كلها، اصعب مكان بينزل. فانا خلاص بقى، انا هفضل وراك في الاخر لحد ما انت تتشفط خالص. طبعا قطعت قوطه، وانا حسيت ان القوطه بتميمي السلطه، بس انا المره دي حاولت ان انا اقطع قوطه ناشفه شويه، حتى انتوا اللي هتلاحظوا لونها فاتح، فاخترتها ناشفه. والتانية بتاعه الصلصه خلاص ضربتها، وما عملتش ميه ولا حاجه. انا اكلت منها كذا يوم. وهقطع عيش شوفان. بصوا، انا استغل كل الموارد. وعلى جنب على فكره كنت بسلق بطاطس، بس انا نسيت اصورها وانا بقطعها. كنت بسلق بطاطس. سلقت ايه بقى، جبت 5 بطاطسيات، قطعت 3 مكعبات، والباقي حطيته صحيح. المكعبات هشيلها احطها في علبة واتبلها، واقطع منها على السلطة. لكن المهروسة او اللي على بعضها دي ههرسها. ودي فكرة من ضمن الافكار. لا، هنا كنت بمسي على المليكة، كانت مبقية حتة فكنت بمسي عليها. ما علينا، ايه اللي خلاني احطها في الفيديو يا دكتورة؟ حتة صغنطاطة، مش هتعمل اي حاجة. المهم برضو البطاطس المهروسه يا جماعه من ضمن الحاجات اللي انا بخزنها بالاسبوع، وبتقعد معايا اسبوع زي الفل. النهارده الجمعه اقسم بالله فطرانه منها. انا ما بحطش عليها اي مواد دهنيه، عشان وانا بسخنها بحس ان الماده الدهنيه اللي انا حطيتها قبل كده سواء زيت او سمنه اتشفطت، فبتحتاج كميه كبيره. فبدل ما تاخد الكميه دي كلها بحطها في التلاجة من غير اي دهون. ولما اطلعها احط بقى ايه، بصوا بعمل ايه، بقلي بيضتين 3 كبار كده، وبغرقهم سمنه بلدي، واروح حتى بقى بعد ما اقليهم واطفي اروح حتى عليهم البطاطس اهرس، ويا نهار ابيض جمدان. وده كمان جمدان. وحطيت شويه ذره على فكره، بس انا عشان لوك فكنت مفتحه مواضيع تانية. بصوا شايفين الذره؟ الله، وجبه مشبعه ناقص لها بس حتتين بانيه يا ولاد وتبقى زي الفل. هقطع عليها الدبوسه اللي باقيه من مليكه وخلصت كده. احنا كده تقريبا وصلنا الى نهاية حلقتنا من الفيديو، وتستاهل بوسة. هوريكم بس وانا بهرس البطاطس، الهرسة في ذمة الله صدت كده، عشان انا بص محافظة عليها بقالي 10 سنين بغسلها. انا خدت بالي من اول يوم ان هي قابلة للصدأ، فبغسلها وانشفها واشيلها، فما صدتش ولا باظت مني خالص. شخص ما نسيها في الحوض يوم فصدت رميتها، فبقيت اهرس بقعر الكوباية ولا يهمني. وما بنزلش قوي عشان خاطر الحله السيراميك وما تتجرحش. وهنحطها في علبه. في حد قال لي في الكومنتات ما تحطيش في علبه سخنه. يا جماعه العلبه دي انا العلب بتاعتي بجيبها تستحمل الحراره والميكروويف وغساله الاطباق والحاجات دي، عشان اتاكد ان هي امنه
وهحطها في التلاجة. بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو لو عجبكم. باي.